ما فيها باس. بغينا نوضحوا شي امور اللي كيتسائلوا عليها بزاف ديال المهنيين، وهي واحد النوع من الاتهام ديال الاقصاء. باقي لحد الساعه كيتداول ما بين المهنيين اللي كنريحوا، كيقول لك قصاني فلان، لا قصاني فلان، والاغلبيه كيقول لك قصانا الطالبي. وهذا الامر بغيت نوضحوا للمهنيين ديال السيد التقليدي بالداخله اللي كيعتبروا رسوم تقصاو. حنا غير باش نعودوا منطقيين، هذا راه محضر، هذا محضر اللي كدار في وزاره الصيد البحري. هذا محضر اللي كدار 19 نوفمبر 2004 بمقر وزاره الصيد البحري. هذا المحضر انا غادي نضطر نقراه باش الناس، وهذا هو. ونزيد كانوا الناس كيشوفوا بعض المواقع كينشروا هذا الامضاء، هذا الامضاء ديالي كينشروه هادو الناس اللي كانوا موقعين معايا، ولكن غادي نقرا لكم المحضر ما فيها حتى شي باس. هذا انعقد يوم الجمعه 19 نوفمبر 2004 بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط، اجتماعا بمشاركه ممثلي جمعيه الصيد التقليدي بجهه وادي البويره، الصيد البحري البحار، المكتب الوطني للصيد البحري، المعهد العلمي للصيد البحري، قطاع الصيد البحري اللي هي الوزاره. تمحور جدول اعمال هذا الاجتماع حول موضوع المحافظه على الثروه السمكيه والحرص على تطبيق مخطط تهيئه مصايد الاخطبوط برمته، ولا سيما معايير تحديد طبقا للنقطه 6. هذه النقطه 6 هي اللي جابت الخير للداخله من المخطط المتعلق بصنف الصيد التقليدي، لائحه 2500 قارب لصيد الاخطبوط، ودراسه اقتراح تحديد الحصه الفرديه لقوارب الصيد التقليدي. بعد ان قدمت لجنه العمل التي احدثت لهذا الغرض طبقا لتعليمات السيد الوزير بعرض تضمن اقتراحات معايير انتقاء القوارب المعنيه بالمنطقه الفاصله بين انترفت شمالا وعين البيضاء جنوبا. وبعد مناقشات مستفيضه تم الاتفاق بالاجماع ماشي الطلبي، بالاجماع على ما يلي: الاخذ بمعيار الحقوق المكتسبه التاريخيه، بمعنى انتقاء كل القوارب التي كانت مسجله في منطقه الداخله بوجور والعيون قبل عمليه التسويه، واعاده ترقيم القوارب لسنه 1993 المحدده في عدد 1453 قاربا. ولقد تم اقتراح معالجه وضعيه ما تبقى من القوارب والمحدده في 1047 وحده على مستوى جهه وادي البويره، مع الاخذ، باش تفهموها المهنيين، مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير التاليه. هذا الشيء راه كلشو كان مدروس مع وزاره الصيد ومع المهنيين ومع الجهات الرسميه. اولا، اقدميه الاقامه بالمنطقه، هاد البحاره ولا هاد المهنيين ولا هاد المؤلف القوارب، المعيار الاول تعود عنده الاقدميه ديال الاقامه في المنطقه، يعني الداخله. ثانيا، الوضعيه الاجتماعيه للمعني، بين قوسين اطفال والتمدرس الى اخره. ثالثا، الانتماء الى الجهه، يعود من ابناء الداخله الحقيقيين. رابعا، وضعيه الملكيه للقوارب الى اخره. اما فيما يخص العدد المتبقي اي 3303 وحده، فسيتم معالجتها في اطار برنامج اعاده الهيكله وتحويل النشاط الى مناطق اخرى او التفكيك، مع دراسه امكانيه التعويض. راه كل شيء هادشي موثق، مع دراسه امكانيه التعويض. وفي الاخير، الح الجميع على ضروره الاسراع بتنفيذ جميع مقتضيات هذا الاتفاق قبل تاريخ انطلاق موسم صيد الاخطبوط، والعمل على تحديد الحصه الفرديه لكل قارب المحصوره في 2500 وحده. هذا حرر بالرباط 19 نوفمبر 2004، والموقعين ها هما، لان الناس باقي لحد الساعه كيتكلموا على هذا الامر هذا. واللجنه اللي سهرت على هذا الشيء هذا كامل، ها هي الاسماء ديالها 62 شخص من مختلف المغرب، من المغرب كله، من الريفي الدكالي العبدي الخريبكي الى ابناء المنطقه. ونعطيكم الاخوان باش تعودوا عارفين، دار واحد الميثاق شرف ديال هذيك اللجنه سماوها لجنه العمل،
اللي فيه تقريبا 11 بوند، ما فيها باس نقراها المهنيين يعرفوها. هذا كنقول لكم ماشي للتاريخ، باش غير الانسان الا عنده شي دغل ولا عنده شي حاجه في قلبه يحيدها، راه ما قصينا حد. ها الوثيقه كجاتني شويه باش ننشرها، باش نقول لكم راه الاسم ديالي ما كاينش كاع على الاطلاق، لا انا ولا المجموعه اللي كانت معايا. ولكن هاد ميثاق شرف اش كيقول؟ كيقول لك سموه لجنه العمل، لان هذا كان فيه السلطات، راه ما كانوش المهنيين بمفردهم، كانت السلطات وكانت الوزاره الوصيه. أسندت إلى لجنة العمل مهمة فرز قائمة بأسماء مالك القوارب التقليدية المقيمين بصفة رسمية بالجهة، وهي مكونة من ممثلي المجتمع المدني البحري والمهنيين. المادة الثانية تعيين لجنة العمل رئيسا لها يقوم بتسيير الجلسة ويسمى رئيس الجلسة، وهذا الأخير يعين كاتبا للجلسة بيدون الملاحظات. المادة الثالثة يحق لرئيس الجلسة توجيه إنذار أول لمن خل باحترام الجلسة، وبعد الإنذار الثاني يطرد مباشرة من الجلسة. هذاك اللي كان كيدير الفوضى واللي كان كيشوش على الرئيس. المادة الرابعة لا يحق لأعضاء اللجنة التحدث بأي لغة سوى العربية والدارجة والحسانية أثناء المناقشة داخل القاعة، وكل من قام بحركات مشبوهة يطرد صاحبها مباشرة من الجلسة. هذا الأمور اللي دارت هذيك الساعة باش كتضمن الحقوق للناس وباش حتى واحد ما يتعسف عليه. المادة 5 للجنة الحق في طرح المعايير التي تراها مناسبة والتي يمكنها أن تساعدها في مهمتها لتحقيق أهدافها. المادة السادسة يمكن للجنة الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها عند الضرورة. المادة السابعة وكل عضو أدلى بشهادة مزيفة يطرد مباشرة من الجلسة ولا يسمح له بالرجوع إطلاقا. المادة 8 تقوم لجنة العمل بمهامها بحضور ممثلي السلطة المحلية وممثلي عن وزارة الصيد البحري. المادة 9 تقوم لجنة العمل بدراسة الطعون الواردة عليها من طرف الأشخاص الذين يرون أنفسهم أنهم أقصوا من العملية عن طريق الخطأ، ولا يقبل أي طعن ما لم يكن مرفوقا بالحجج الدامغة. هذه راه أمور اللي داز باش الإنسان ما يبقاش يتكلم في المقاهي ويوجه اتهامات بالمجان. المادة 10 يفرض على أعضاء اللجنة كتمان سرية المداولة، وكل من ثبت في حقه تسريب معلومات عن فحوى الاجتماع يعد مفصولا من عضوية اللجنة. المادة 11 والأخيرة تحل لجنة العمل المكلفة بدراسة ملفات المالكين المقيمين بالجهة مباشرة بعد الانتهاء من العملية، ويتلف الخاتم بحضور أعضاء اللجنة والسلطة المحلية. ما اجتمعت أمتي على ضلال. هذه 62 واحد، واش هادو كلهم غادي تسموا خطوات ولا قلعوا هذا ولا حيدوا هذا؟ طبعا هي هذا الشيء اللي وقع ما غاديش نقول لكم راه 100% بان راها مزيان، ولكن كاين اختلالات. ولكن ملي كتعود 60% و70% و80% ناجحه ولا 90 راه ناجح. ولكن وانا من الناس اللي خديت الجزاء ديالي بشكل كبير عن قضيه الكوطه الفرديه. نهار اللي تحققت الكوطه الفرديه واحد المجموعه من المهنيين بقاو كيرسلوا لي السب والشتم لانهم ما عارفينش، ولكن ما بعد ما شافوا المزايا ديالها وشافوا الخير ديالها عادوا كيعتذروا وكيقول لك اسمح لينا. فيما قبل علاش جات هاد فكرنا علاش جات هاد الكوطه الفرديه؟ كان من قبل كانت كوطه جلوبال، كاين البحار او مولف لوكا اللي باقي ما جاش من شمال المملكه من البلاد وباقي ما سبغ، باقي ما حتى شي حاجه حتى كيقولوا لي الكوطه كملات. المهنيين نتوما كتذكروا ملي كان واحد الوقت كان كلشي كيعبر الرمله كتعبر، وهذا الشيء راكم كتذكروه. وملي شفنا هذاك الظلم وهذاك الشيء اللي وقع قلنا لا تقاتلنا بما فيه الكفايه باش
نوصلوا الهدف. الهدف هو الكوطه الفرديه. اليوم عندنا عندنا كوطه فرديه الحمد لله. المهني الناس كيسولوني في الداخله علاش هذا الرواج كان بكري ملي كتبدا الصافره او موسم صيد الاخطبوط كيبدا واحد الرواج وكيبدا البيع والشراء وكيبدا الكاشتي وكيبدا يا ودي الله يهديكم. راه ديك الساعه كلام وهذا كلام. اليوم راه كاينه كوطه فرديه. الانسان ما بقاش ملهوف ديك اللهفه اللي كانت كتجيب المهني باش يخرج دغيا ويجيب المنتوج ويحاول يجيب واحد الشكل كثير. اليوم المهني مرتاح عنده كوطه فرديه وقت اللي جابها يقدر يخرج يصيد يقدر ما يخرج يصيد. انا كنقول لكم المزايا ديال الكوطه الفرديه. وكيقول لك الناس راه كان واحد النوع من الاجبار جبرونا على التعويض. التعويض ما كانش عليه اجبار. حنا كانت حطت المعايير حنا ذكرناها لكم وقالوا للناس قلنا لهم او الجهات المعنيه اللي كانت في القاعه انا ذاك ديال مندوبيه الصيد البحري خيروا الناس عطوهم ثلاثه الخيارات. ثلاثه اللي باغي يمشي لسما اللي تقصى وبغى يمشي لسما المملكه كيعاونوه ب 10000 درهم باش يهز الفلوكه ديالو لسما المملكه. وكاين اللي ما بغاش باغي كيقولوا كيتحول كيمشي لمهيريز ولكن ما غيصيدش البول. وكاين اللي بغى 40000 درهم. هذه الناس مشاو والتزموا عليها ووقعوا لها داروا لها تصحيح الامضاء وجابوها. اليوم كيقول لك انا التقسيط راه ما تقسيتيش. هذيك الوقت راه كان وقت حنا كنعترفوا بشي اشياء خصنا نقولوها لان الناس تاع الصيد التقليدي ضحاو ماشي ما ضحاو شيء وقساو في ليك ديالهم وكانت 6083 لكن الجهات الاخرى ما دارت والو ما قساتش. ولكن عندنا فين نعوضوا هذا الشيء اللي ضاع علينا اللي ضاع للمهنيين حنا نعوضوه في الكوطه. هذيك 26% ديما كنقولها هذيك 26% هذه المناسبه راه كنوجهوا للبرلمانيه ديال الداخله والسيد رئيس الجهه والسيد والي جهه والذهب والمنتخبون كلهم بان راه كل ما تزادت الكوطه لحقات 40% كل ما غيستافد الجميع. وإلا بقات على هذا الحال هذا كونوا على يقين راه ما غيستافد حتى شي واحد. نتكلموا واحد شويه نسينا بعض الشخصيات اللي عانات الكثير واللي مشاو تقريبا. انا كنعرف واحد جوج ديال المناديب مرضوا بالاعصاب هو المندوب سراج عمر. سراج عمر هذاك كان كينهال عليه السب والشتم وكاين كاع اللي داروا فيه ليد كاع باش هذا لان جا حتى هو في الوقت. هو عندك سي نور الدين العيساوي الله يرحمه. هاد جوج هادو راه تكرفصوا. هذه الشهاده كنقولوها امام الله. هادو راه تكرفصوا بواحد الشكل لا يتصور. سراج عمر المندوب والعيساوي نور الدين الله يرحمه هادو تكرفصوا بشكل كبير. والسي العيساوي راه عاوننا وعاون الصيد التقليدي باش خدا الكوطه الفرديه لان الوزاره مؤخرا بدات بحال بغات تشوتنا تخرجنا ولكن هو تعاون معنا وحصلنا على هذيك الكوطه الفرديه. ونزيدوا الترقيم ديال القوارب. الترقيم ديال القوارب راه طول ما ترقم شيء ولكن الفضل اللي من كيرجع ديال الترقيم واحد المندوب اللي كان يبات كندوزو وحده الشارع الولاء وكيبان لنا الضوء في البيرو ديالو هو المدير الحالي مدير الصيد سي عشان. راه الترقيم الفضل كيرجع ليه هو باش حتى شي واحد ما يقول لنا راه كان ولا ما كان ولا ما كان. هادو كنذكرهم بالخير. كاينه واحد النقطه اخرى مهمه كنا تناقشنا مع مدير المكتب الوطني للصيد ملي بدا الاخطبوط في انتيرفت. وهذيك الساعه ما كانوش الوسائل ما كانوش تراكتورات وما كانوش حتى الاندروفيرات كانوا قلال. قلنا له دابا حنا اتفقنا معكم وغادي نخدموا وغادي نطلعوا السلعه للمارشي ولكن راه عندنا واحد المشكل. هاد السلعه كيفاش غادي نطلعوها؟ كان واعد هذيك الساعه وعدنا لان الحقيقه كيدير المكتب الوطني للصيد البحري كيدير 4%
او 4.12 12 وقيلا كدوز للجهه اظن 4%. شنو كيقدم لينا؟ ما كيقدم لنا والو. واش كيقدم لنا الدلاله؟ كيقدم لنا الضمانه ديال الفلوس، هادشي اللي كاين. ولكن تقديم الخدمه كتقلع واحد 4%، خاصك تقدم واحد الخدمه. هادشي اللي قلنا له هذيك الساعه. قال لك الخدمه انا غادي نتكلف لكم بهذاك المنتوج ديالكم، بدنا نطلعوا المارشي. اما غادي ندير واحد الصمته بحال دوك الصماتي ديال الفوسفات، واما غادي نجيب تراكتورات الراسي. هادشي ما دارش. علاش؟ لان المهنيين ترخاو. وكطبعا انا ملي كنعود كنمثل المهنه وكنشوف المهني ترخا، انا طبعا غادي نترخى. هذا هو الحقيقه.